افضل 10 افلام مصريه في 2022، ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعديها افضل 10 افلام مصريه في 2021 وهكذا. ومن غير مقدمات كتير نخش على المركز العاشر. فيلم واحد تاني من اخراج محمد شاكر خضير وتاليف هيثم دبور، تصنيفه الفني كوميدي، ومن بطوله احمد حلمي وسيد رجب وروبي ونسرين امين وعمرو عبد الجليل. وقصه الفيلم بتحكي عن موظف بيشتغل في مصلحه السجون الحكوميه، بيكتشف بعد ما بيقابل اصدقائه فقدانه للشغف وان في حاجات كتير في حياته ما عملهاش، فبيلجأ لاختراع يرجع له الشغف من جديد، ولكن الموضوع بياخد انحراف مش متوقع. الفيلم صراحه كفيلم كوميدي قدم نوعا ما اللي عليه، يعني فيلم ما فيهوش كوميديا كتير، بس في نفس الوقت ما فيهوش كوميديا قليله خالص، يعني لدرجه ان هو نقول ان هو فشل في تقديم الكوميديا. فهو فيلم ككوميديا كويسه، وجميل في الفيلم صراحه الاداء بتاع نسرين امين والريتم بتاع الفيلم، كوميديا بسيطه شغال يعني بالبلدي. ونروح للمركز التاسع. فيلم حامل اللقب، اخراج هشام فتحي وتاليف هشام ماجد، ومن بطوله هشام ماجد ودينا الشربيني واحمد فتحي ومحمد سلام. تدور الاحداث حول يحيى لعيب الكوره ومراته اللي بتشتغل دكتوره امراض نساء، وان هم بقالهم فتره كبيره بيحاولوا ان هم يخلفوا، بس بيكتشفوا ان الموضوع جه بطريقه غير طبيعيه. الجميل في الفيلم الصراحه الاداء بتاع هشام ماجد واحمد فتحي. احمد فتحي عامه ممثل كوميدي تقيل قوي، يليق في اي فيلم كوميدي ايا يكن نوعيته، والاداء بتاع هشام ماجد كان كويس جدا، ونوعا ما الفيلم كان فيه كوميديا كويسه. ونروح للمركز الثامن. فيلم ليلة قمر 14، إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وبيومي فؤاد ومحمد علاء ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وشيرين رضا وياسمين رئيس. قصته بتدور حول ليلة قمر 14، واللي بنكتشف فيها علاقات بتحول الصمود وتحول النجاح، يصطدم أصحابها بمحظورات بيفرضها عليهم المجتمع وبيهدد علاقتهم بالفشل. الفيلم قدم كذا قصة مختلفة، بس القصة بأمانة اللي علقت معايا جدا بتاعت خالد النبوي، كانت جميلة جدا ومؤثرة، والمشهد بتاعه لما كان على البحر هو وحبيبته كان تحفة صراحة. فالفيلم جميل جدا ومسلي ويستاهل انك تتفرج عليه. ونروح للمركز السابع. فيلم فضل ونعمة، إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وطار، ومن بطولة ماجد الجدواني ومحمد رضوان وهند صبري ومحمود حافظ وشريف دسوقي ومايا دياب. بتدور حول أسرة مصرية بيواجهوا مشاكل مادية، فبيلجأ الأب إنه يفتح مطعم، ومن خلال المطعم ده بيتعرضوا لكتير من المواقف الكوميدية. الجميل في الفيلم الأداء بتاع ماجد الكدواني وهند صبري، وخاصة الكيمياء اللي ما بينهم كيمياء رهيبة جدا. وشريف دسوقي رغم إن دوره مش كبير، بس حقيقي فعلا كان ناجح جدا على مستوى الكوميديا. دياب اللي عمل دور الشغالة حقيقي فعلا من أكتر المشاهد اللي أضحك فيها هيكون بسببها. المشاهد الكوميديه اللي موجوده في الفيلم بسببها، رغم ان دورها ما فيهوش كلام اصلا، بس تحفه، عامله دور بطريقه مسخره. فيلم حلو جدا الصراحه ومسلي ويستاهل نتفرج عليه. ونروح للمركز السادس. فيلم من اجل سيكو، واللي من اخراج بيتر ميمي وتاليف مصطفى حمدي، ومن بطوله كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي ومحمد محمود ومحمود حافظ وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ويوسف صلاح. قصه الفيلم بتدور حول اسره مصريه ابنهم بيفوز بفرصه المشاركه في مسابقه اذكى طفل في مصر، يتجهوا نحو المسابقه، والطريق لحد هناك بيمتد لمده يومين. الاداء بتاع يوسف صلاح اللي عامل دور الطفل عامل الدور بطريقه جميله جدا، والاداء برضه بتاع كريم محمود عبد العزيز كان عامل الدور بطريقه حلوه قوي، والاداء العظيم التحفه العالمي بتاع محمد محمود. الراجل ده في اي فيلم كوميدي ما فشلش خالص انه يضحكني، في اي عمل ليه اصلا سواء فيلم او مسلسل او ايا يكن. محمد محمود ممثل تقيل قوي، وشابوه فعلا على كل ادواره، مش الدور ده بس، اغلب ادواره صراحه ناجحه جدا. عامل الدور بالفيلم بطريقه جميله جدا وهتستمتع بيه. اداء منى شلبي برده جميل جدا، عامله الدور الام بطريقه حلوه قوي، والريتم بتاع الفيلم حلو، ما فيهوش حرفيا 5 دقايق ملل، فهو فيلم جميل ممتع. ونروح للمركز الخامس. فيلم تسليم اهالي، اخراج خالد الحلفاوي وتاليف شريف نجيب، ومن بطوله دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز. وقصته بتدور حول حفل زفاف بيكتشف ابنائهم سر خطير بيقلب موازين حياتهم. الفيلم ككوميديا من اكتر الافلام الكوميديه اللي نجحت صراحه على مستوى الكوميديا في اخر سنتين ثلاثه، والكيمياء اللي بين دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد كانت جميله جدا، عاملين الدور بطريقه حلوه قوي، ودنيا سمير غانم عملت الدور برده كويس جدا، والريتم بتاع الفيلم حلو جدا. بدأ في الحدث على طول من غير يزود وقت ويضيع وقت في المقدمات بتاعه الفيلم. فحقيقي فعلا فيلم جميل جدا، من اكتر الافلام اللي استمتعت بيها في السنه دي. ونروح للمركز الرابع. في المركز الرابع فيلم تحت تهديد السلاح، من افضل الافلام اللي عملها حسن الرداد، واللي كان بالنسبه لي الحصان الاسود في السنه دي، واللي كان مفاجاه صراحه. فيلم من اخراج محمد عبد الرحمن ومن تاليف ايمن بهجت قمر، ومن بطولة حسن الرداد ومي عمر وبيومي فؤاد وشيرين رضا واحمد بدير وعمرو عبد الجليل. وقصته بتدور حول زوج بيقرر انه ينفصل عن زوجته الكبيره في السن ويتجوز واحده سنها صغير، وفي زفاف بيتعرض لطلق ناري بيخليه يفقد الوعي ويخش في غيبوبه لمده 4 سنين. الاداء التمثيلي بتاع حسن الرداد في الفيلم دوت جميل جدا، من احلى ادواره حرفيا، والريتم بتاع الفيلم جميل جدا، ما عوقش خالص في المقدمات او البدايه. الريتم كان ماشي حلو من اول الفيلم لحد اخر الفيلم، والتويستات بتاعت الفيلم لم يكن دي هي اقوى نقطه في الفيلم. توستاية جت مفاجأة بطريقة مش طبيعية، اللي هو أنا بقيت بتوقع كده اللي هو يا جماعة فعلا هل ده ممكن يكون حاصل على أرض الواقع؟ حقيقي فعلا اتفاجئت إن ده حصل فعلا.
فصراحة فيلم نضيف وتقيل قوي. ونروح للمركز الثالث، الفيلم المحزن الباب الأخضر. من الأفلام اللي كانت مفاجأة جدا السنة دي صراحة. قصة فعلا تقيلة قوي وحزينة قوي، من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف أسامة أنور عكاشة، من بطولة إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمود عبد المغني. وقصته بتدور في فترة التسعينات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن أخلاقهم ومبادئهم خلال مصل جديد قادر على تغيير ملامح وحياة وذكريات الشخص اللي بيحصل عليه. الإخراج في الفيلم ده صراحة كان جميل جدا، فشابوه للمخرج. والقصة كانت تقيلة قوي صراحة، كانت حلوة جدا بس في نفس الوقت محزنة. والأداء بتاع إياد نصار والأداء بتاع سهر الصايغ شابوه، فعلا شابوه. سهر الصايغ عاملة دور تقيل قوي من أحلى أدوارها. والأداء بتاع يومي فؤاد رغم إن دوره صغير جدا بس كان أداء جميل. بداية الفيلم في أول 10 دقايق كان ممتع جدا، والنهاية من أفضل الأفلام المصرية اللي شفتها في آخر 4 5 سنين. ونروح للمركز الثاني، فيلم الجريمة، إخراج وتأليف شريف عرفة، من بطولة أحمد عز ومنى شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة. وقصته بتدور حول عادل المريض النفسي اللي بيستعيد ذكرياته ومراته اللي اختفت والشبح بتاعها اللي عمال يطارده. فيلم تقيل قوي يا جماعه، يعني حقيقي فعلا فيلم ممتع قوي. اتفرجت عليه في السينما كان ممتع جدا، رغم ان في ناس كتير اختلفت عليه، ما اعرفش ليه صراحه. شايف الفيلم ما فيهوش شيء مثير للجدل قوي كده عشان الناس تختلف عليه، وحاسه اتظلم اعلاميا وتجاريا كتير. الحاجات الجميله في الفيلم الاداء بتاع احمد عز، من اعلى الاداءات التمثيليه لاحمد عز في تاريخه حرفيا مش مبالغه، ويمكن اعلى اداء لعز في اخر 10 15 سنه. حقيقي فعلا اداء فيه تقيل قوي لاحمد عز. والاداء بتاع منة شلبي كان كويس جدا. في نفس الوقت الاداء بتاع رياض الخولي رغم ان دوره ما كانش كبير بس كان عامل الدور بطريقه جميله جدا. اداء ماجد الكدواني، الاداء التمثيلي كان من اغلب الممثلين كويس جدا، بس كان اعلاهم صراحه احمد عز، عامل الدور بطريقه تحفه. المفاجاه بتاعت الفيلم كانت جميله جدا، ما توقعتهاش خالص الصراحه. حقيقي فعلا فيلم تقيل قوي ونضيف ومهدور حقه فعلا. ونروح للمركز الاول، فيلم كيرة والجن، من اخراج مروان حامد وتاليف احمد مراد، عن روايته 19 من بطوله كريم عبد العزيز واحمد عز وهند صبري. الفيلم بيسلط الضوء على فتره 19 والثوره اللي كانت حاصله والغليان اللي كان موجود في الشارع المصري. حقيقي فعلا الفيلم جميل جدا في كذا نقطه، كاخراج، كتمثيل، كريتم. يمكن عيبه الوحيد ان هو كان طويل سيكا بس، مش ممل. الفيلم كان طويل شويه، لو كانت قلل مدته اكتر كان هيخلي الريتم اعلى من كده بكتير، كان ممكن يبقى فيلم عظيم قوي. هو كده كده فيلم عظيم بس كان هيبقى اعلى من كده كمان. فحقيقي فعلا فيلم ممتع من كذا نقطه، يعني يكفي اقول لك انه من اخراج مروان حامد اصلا، دي لوحدها كفايه. الفيلم كان رائع من كذا نقطه، كتصوير، كاخراج، ككتابه من احمد مراد، كاداء تمثيلي بالاخص احمد عز. فيلم فعلا جميل قوي، وشابوه لكل طاقم العمل. من افضل الافلام المصريه اللي نزلت في اخر 5 6 سنين. ما شفتش فيلم في الليفل ده من ساعه فيلم الفيل الازرق. وده الطبيعي يا جماعه، مروان حامد بيعلي على نفسه، مش قصدي يعني ان هو بيعلي على الفيل الازرق، بس قصدي ان هو فاهم فيلم تقيل الفيل الازرق اللي بعد كده ما تنتظرش ان حد تاني هيجي هيبقى نفس الليفل او يتقارن بيه. اللي هيجي بعد كده هيبقى تبع مروان حامد برضه. وبس كده، لو عجبك حاول تنتشر المتابعه، وسلام.